بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فيديو يا شباب، كل الناس مستنياه. هوريك في الفيديو ده هوريك فيه الانتاج، هوريك فيه البيض. ما شاء الله مفيش حمام ما تحتوش بيض، واقول لك ايه الطرق اللي احنا بنستخدمها واللي انا بنستخدمها عشان يبقى عندي البيض الكتير دوت، وعشان ما يبقاش فيه جوز حمام عندي واقف مش بايض. يلا نخش في الفيديو طوالي وتعالى نوريكم الانتاج، وهنقول لكم احنا هنعمل ايه في اخر الفيديو. بس ركز معايا في الفيديو كويس. يلا نشوف الانتاج الاول يا شباب. او بسم الله. يعني ده جوز طبعا لسه محضن البيض بتاعه، لسه بيض البيضه التانيه ومحضن البيض بتاعه ما شاء الله، ادي بيض. طيب ده اول جوز يا شباب. نروح على تاني جوز ونشوف الدنيا فيها ايه بالراحه كده مع بعض. ادي تاني جوز يا شباب. بامر الله هوريكم الحمام كله بيض، يا تحتيه بيض يا تحتيه زغاليل لسه فاقسه عمر يوم، يا اما هوريكم الزغاليل التانية. طبعا يا شباب ده طبعا جوز برضو لسه محضن الزغاليل بتاعته، او لسه فاكك كمان اهوت بقاله يومين ثلاثة اهو يا شباب. ما شاء الله الذكر تروح يمه يبقى هياكلك يعني. طيب نشوف تاني يا شباب. هنا النتاية ديت لسه محصية دلوقتي حالا، ما شاء الله ما شاء الله. لسه الحصى بتاع النتاية ديت دلوقتي حالا، حتى باين على البيضة هي لسه، يعني البيضة هتحس انها شفافة حتى. يا ما شاء الله دي لسه بايضه، مش عايز اقول لكم بقالها نص ساعه دلوقتي. ودي يا شباب ما شاء الله ديت برضو حمام. كل الحمام بفضل الله وبامر الله، كل الحمام هتلاقي تحته بيض يا تحته زغاليل. وهقول لك دلوقتي انا بعمل ايه مع الكلام دول يا شباب. جوز الحمام اللي انا كنت موريكم امهم والدهم، امهم عمية نهائي ما بتشوفش نهائي. ما شاء الله الحمام الهزازه يا شباب. ما شاء الله البيضه فك يا شباب هيت. ما شاء الله البيضه يا شباب ما شاء الله نقره هيت. مش عارف شايفين حضراتكم كده ولا ايه؟ نقره هيت. يعني النهارده دلوقتي كمان ساعه وساعتين يعني بالليل تخرج البيضه ديت ان شاء الله. ان شاء الله يا ربنا يبارك لنا ويبارك لكم، اللهم امين يا رب. الحمام الهزاز ده انا بعشقه. نخش برضه يا شباب اهوت. لسه شباب لسه البيض الحمام ده فائس يعني امبارح، يعني البيض ده لسه فاكك امبارح ما شاء الله. القشر لسه موجود. نعمل ايه يعني بالقشر ده؟ هو حد يرمي القشر ده يا شباب. القشر ده هنشيله هنحطه في مكان عشان هنستخدمه تاني دلوقتي. دي ما شاء الله زغاليل. طبعا زغاليل والله انا مسواها امبارح، متسوق ما شاء الله عدد ما شاء الله والله، وذبح منه البيت امبارح. ديت لسه ما انقطفتش فانا سايبها شويه يعني. ما شاء الله شباب البيضه اهوت زي ما انتم شايفين. والبيضه ما شاء الله الحجم البيضه عامل ازاي، وهقول لكم برضو حجم البيضه بيجي من ايه، والشكل البيضه ده بيجي من ايه، والزغاليل بتطلع ما شاء الله عندنا من ايه. حياة يا شباب بسيطة جدا جدا جدا. هقول لكم على كل حاجة، بس ركز معايا وتابع معايا الفيديو النهاية. هوريك شوية حاجات كده بس الأول عشان تبقى أنت شايف بعينك. ده طبعا يا شباب ما شاء الله ده فرد حمام هزاز أنا كنت محضنه تحت الحمام البلدي، وبزقوا له كويس ما شاء الله ما شاء الله. هعمل لكم فيديو ازاي انت تحضن البيت ده تحت الحمام البلدي عشان تاخد منه انتاج عالي ان شاء الله. وده برضو يا شباب جوز برضو ده بقاله تقريبا 10 ايام ما شاء الله. برضو الاهلي بتزق له بس طبعا مش بقيمه. في عندي حمام حنين قوي بيزق احسن من كده. وما شاء الله هنا البيضه يا شباب اهوت. ركزوا يا شباب، انا وريت لكم معظم الحمام اللي هو بايض عندي ما شاء الله. كل الحمام بفضل الله وبامر الله، كل الحمام يا بايض يا تحته زغاليل، يا اما الحمام بيجهز العشوش. وأوريكم الحمام بيجهز العشوش اهوت في الفيديو. وده ما شاء الله بيض اهوت برضه. كل الحمام ما شاء الله يا شباب كل يا تحته بيض يا تحته زغاليل يا محضن وبيحضر العش التاني. وده رحنا الجنب التاني يا شباب، احنا كده احنا في الاتجاه التاني. ده برضو الحمام كله بيض، يعني مفيش حمامة ما تحتهاش بيض. ده كله بفضل الله وفضل الاشياء اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. ركز معايا بس في الفيديو وانا هقول لك انا بعمل ايه عشان اخد الانتاج. شوف يا شباب ما شاء الله الانتاج ادي البيض. البيض ما شاء الله والحمام حنين. يعني انا بختار برضو نوع الحمام، يعني انا مش بجيب اي حمام واسيبه واربيه عندي كده، لا. انا لازم اختار الحمام الحنينه. يعني ما شاء الله شباب بصوا يا شباب ما شاء الله بختار الحمام الحنينه، الحمامه اللي هتقاوم الزغاليل، اللي مش هتسيب البيض وتقوم، الحمامه اللي هعرف ان هي بتزق كويس الزغاليل. وده يا شباب الحمام الذكر ده مسن يا شباب. الذكر ده مش عايز اقول لكم اكتر من 10 سنين، والله بيتهيألي عدى اكتر من 10 سنين. ودي برضو حمام. ده الحمام ده شباب كله انا مطلعه على دي زغاليل، انا مطلعها عاديه. الاهالي اللي هي محضنه البيض دي دلوقتي كلها والله معظمها تلات ارباعها انا محضنها ومطلعها على دي. في زيادات كنت جايبها من بره فديت اللي انا مش محضنها يعني. وده طبعا ده كان حمام هجين برضو ما شاء الله، ولسه محصيه اول حصوايه يا شباب. اول حصوايه يا شباب اهيت ما شاء الله.
يعني كل الحمام تحته حصو، وطبعا ده حمام لحم فرنساوي بيحضر العيش. طيب يا شباب انا بعمل ايه بقى؟ هخش بقى على طول. انا بحضر يا شباب، بعمل جلم قشر البيض ده كله، الكالسيوم اللي فيه ما برميش قشر البيض. دلوقتي انتوا شايفيني وانا بنلم قشر البيض في الفيديو. بنحمص قشر البيض يا شباب، وباننا بنفرفته زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ديت. بنفرفت قشر البيض، بنطحنه خالص ونحطه للحمام على الكلفه. ده كالسيوم بيخلي الحمام يبيض بيض رهيب. زائد يا شباب ان انا بنحط للحمام بتاعي 5 سنتي على لتر الميه بديكال او ديكال، معايا الاتنين نفس الماده الفعاله. الديكال ب 12 او الديكال ب 12 او البديكال، حاجه من الاتنين. ده بيخلي الحمام عندي فيه بيض ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اعمل حاجتين دومت، حط قشر البيض على الكلفه، لم قشر البيض وحطه على الكلفه وحطه على التحديق، واعمل 5 سم بديكال. ويا رب تكون افدتكم حاجه من الفيديو يا شباب، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو وصلت معايا في الفيديو دلوقتي يا ريت تدعمنا